السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نشارك معكم هذه الاستشاره. هذه اخت راسلتني قالت لي يا شيخ جاوب عليا الله يجازيك. قلت لها غير الخير، واش كاين؟ بعثت لي رساله طويله شويه. قالت لي يا شيخ، قالت لي انا امراه متزوجه راني في الطلاق الان، قالت لي عندي بنت. قالت لي اللي تزوجت به هذا يبان عليه انه ملتزم، انسان باللحيه تاعو بالقميص تاعو. قالت لي وانا طالبه علم، قالت لي متخرجه من الجامعه. قالت لي راني الحمد لله راني نقري في مدرسة قرآنية. قالت لي مشتغلة بتحفيظ القرآن والدعوة إلى الله. قالت لي وهذا الإنسان كي تقدم لي بان لي بلي إنسان ملتزم، يعني إنسان مستقيم وكذا. قالت لي تزوجت به. قالت لي ومن بعد مع الوقت وليت نشوف منه إهمال، نشوف منه كيما يقولوا حنا ما يهدرش معايا، ما يعاشرنيش، ماشي مسؤول. يعني ذكرت لي عدة عيوب. قالت لي بصح هذو كاع نورمال. قالت لي والله غير كنت صابر عليهم. قالت لي حتى اكتشفت انه يعني خربت له في التليفون لقيته كيما يقولوا حنا يتبع نساء عاريات، وكيما يقولوا حنا يدير اشياء مخلة بالحياء كما يقال، يعني يتواصل مع بعض الفتيات وكذا. قالت لي انا خلاص، قالت لي كي شفت هذيك الامور خلاص. قالت لي تما قررت يعني ما نقعدش معاه. قالت لي درك انا رانا في الطلاق. قالت لي دوك راني خايفه دوك نلحقوا للمحكمه يقولوا لي علاش انت راكي حابه تطلقي. شغل هو حب يرميها عليها باش ما يخلصش المتعه هذيك وكذا. قالت لي ومن بعد انا راح نضطر كما يقولوا احنا نجبد الادله هذيك ونفضحوا قدام العائله تاعي. قالت لي ديجا هو الناس يعرفوه انه يعني في الامانه تاعو ناقص وكذا. قلت لها انت ما هدرتيش معاه قبل ما تروحي للبيت وكذا يعني؟ قالت لي والله غير هدرت معاه يا شيخ، هدرت معاه. قالت لي ولكن هو قال لها انت ما دخلكش، قال لها هذا الامر بيني وبين الله عز وجل، وانا الحمد لله عقيدتي سليمه وعقيدتي صحيحه، وكما يقولوا احنا حتى كي نتوب لربي ما نتوبش على جالك. المهم كلام من هذا القبيل. قالت لي واش تنصحني؟ اولا النصيحه الاولى انت كان عليك ما تخربيش في التليفون تاعو. لانه شوف الانسان احنا قاع رانا عايشين بستر الله عز وجل. يعني لو كان ربي يفضحنا والله واحد فينا ما يشوف الاخر. هذه هي كما قال القحطاني والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سخطي وعن طغياني، فلك المدائح والمحامد كلها بجوارحي وخواطري ولساني. أو كما قال. الإنسان يعني يرى مستور بستر الله. والإنسان ماشي مليح يتجسس على الناس. رب العالمين يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والإنسان كي يتجسس وكي يتحسس وكي يتتبع عورات الناس، في الحديث إنك إذا تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. في حديث أبي برزة الأسلمي يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. لذلك كثير من النساء يعني كتشوف الزوج تاعها شغل ما هاملها ولا تحب تقرعج عليه، تحب تحكم التليفون تاعو وتقعد تنقب واش فيه، تشوف الواتساب تاعو، تشوف المكالمات تاعو، تروح تدخل لوسمو لي ستوري تاعو، تحب تعرف الزوج تاعها واش راهو يدير. علاش راكي تنقبي؟ دوك انتي مثلا الخيانه هذه ولا هذه الخيانه الالكترونيه ولا ربي جابها لك طاحت لك كما يقولوا احنا في عينك، معناتها ربي اللي فضحه. ربي اللي فتحه. اما انت كنت تحوسي تنبشي وتلقاي حاجه لا تسرك، انت اللي جبتي البليه لروحك. لانه كلنا عايشين بستر الله، نسال الله ان يسترنا. والانسان المؤمن يعني احيانا يقع في الذنوب. رب العالمين قال والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات. هذو متقين. رب العالمين قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وبعد ذكر هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هذو متقين ويديروا بعض الذنوب، أحيانا يوقعوا في معاصي، ربما درها مرة ربما درها مرتين، يعني ماشي دأبه ماشي ديدنه، ربما ضعف ولم يصر على ما فعل. لذلك علاش راكي تهتكي في الستر هذاك اللي بينه وبين الله عز وجل؟ علاش تروحي تفضحيه؟ علاش تروحي كما يقولوا احنا اذا جات هذيك الخيانه جابها لك ربي هكذا طاحت في عينك وشغل ما ربي فضحه،
تما خلاص، لانه رب العالمين كي يفضح انسان معناتها دارها عده مرات. مستحيل المره الاولى يفضحك الله عز وجل. عمر بن الخطاب جابوا له مره واحد السارق جاي يقطع له يده، قال له والله اول مره نسرق. عمر قال لهم قطعوا له يده، كي قطع له يده عيط له، قال له هذه اول مره تسرق؟ قال له لا لا، قال له سرقت عده مرات. فرب العالمين حليم، رب العالمين كريم، ما يفضحكش المره الاولى. لذلك ما تنقبوش يا اخوات، ما تنقبوش. هاي خربت بيتها مسكينه هي حوست لقات. الآن كلامه قال لها أنا المهم العقيدة السليمة. شوفوا إخواني، كثير من الناس يغتر بعفو الله، يغتر بعفو الله، ولا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. انت شوف رب العالمين جبار قهار منتقم سبحانه وتعالى. إنسان إبليس عبد سنوات وهو يعبد في الله عز وجل، نهار ما حبش يسجد لآدم لعنوا رب العالمين إلى يوم الدين، لعنوا إلى يوم الدين. وهكذا اليهود كان فيهم عباد وكذا، رب العالمين غضب عليهم. علاش؟ لأنهم كانوا يأمنون مكر الله سبحانه وتعالى، كانوا مغترين بعفو الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هكذا شغل يقول لك أنا رب العالمين كي ساترك، رب العالمين كي ما فضحكش، رب العالمين كي خلاك يعني دائما هكذا عندك مكانه بين الناس كذا. نورمالمون هذا امر يخليك تنكسر وتستحي من الله وترجع الى الله وتبكي لرب العالمين، تقول له يا ربي وفقني واعني باش نحبس هذه الذنوب هذه المعاصي. ماشي تتذرع وتقول لها انا ما دخلنيش فيك وتقول لها العقيده تاعي سليمه. وش هذا الغرور هذا؟ العقيده تاعك سليمه. لو كان جات عقيدتك سليمه تراقب الله، كان جات عقيدتك سليمه تحاسب نفسك، لو كان جات عقيده تاعك سليمه ما تقعدش تسيء العمل وتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لأنه حسن الظن بالله هو يكون مع حسن العمل، ماشي مع إساءة العمل. يعني أنت راك تسيء في العمل، هذه عقيدة خربانة، ماهيش عقيدة سليمة. واضح؟ ثم واش ننصحوا هذه الفتاة؟ قالت لي يا شيخ درك راني في الطلاق وكذا ونخاف نفضحه وكذا. أنا قلت لها ما تفجريش بالخصومة، ما تفجريش بالخصومة. إذا قدرتوا يعني تلقاو مجال للصلح، يعني أنت رحتي نبشتي، لو كان وحدة ما نبشتش يعني ربي جاب لها هذيك الخيانه نقولوا بصح انت نبشتي. هل هو اخطا في حقك ولا اخطا في حق الله فقط؟ هذه الذنب هذا عنده حق لله وحق لك، حق لك، لانه هذه خيانه الزوجيه فيها حق للادمي ماشي فقط حق الاخر. لانه هذه المراه وثقت فيك يعني كسرتها، يعني دوك كما يقولوا احنا حتى لحقت المرحله وكرهت كاع الرجال، قالت لي خلاص ما نقدرش نتزوج. نشوف الاخوه حتى الملتزمين نشوفهم يعني كاع كيف. قلت لا لا لا، ماشي هذه نظره ظالمه وجائره، انت راكي مكسوره، راكي مهزوزه من الداخل، راكي مقهوره مش صرالك. ولكن ثقي بانه الحمد لله كاين رجال يعني صالحين وخاطئهم هذه المشاكل هذوما، ويعني الحمد لله يعني ماشي كيما راكي تشوفي، ماشي كي صرات لك هكذا معناتها كاع الرجال هكذا. كذلك من النصيحه اللي نصحتها بها، لذلك النصيحة اللي ننصح بها كاع الأخوات، الزوج تاعك كي تروحي تواجهه بهذه الحقائق هذه لا يخلو حاله من أمرين: إما أن يكون معترف بذنبه، يعني معترف بتقصيره، وتلقاه منكسر حاشم يعني ما يقدرش يقابل كذا، هذا غير أعطي له فرصة، هذا أعطي له فرصة. بصح تلقى إنسان آخر تأخذ العزة بالإثم، وتلقاه كما يقولوا حنايا ربما يعنف فيك، وربما يضربك، وربما يسبك، يقول لك ما تدخليش روحك، وربما كذا. هذا اللي تخاف منه، لأنه شوف الإنسان كي يدير معصية ينكسر من الداخل. لذلك أنت كان عليك أول ما تخربيش، ثم كي خربتي يعني صعيب تروحي تواجهي، لأنه هو راح يقول لك واش دخلك، يعني واش داك تشوفي هذه الأمور هذه. لذلك فرق بين الإنسان اللي يعترف ويقر وكما يقولوا حنا يقول لك ان شاء الله نتحمل مسؤوليتي وما نزيدش نعاود، والانسان اللي تلقاه مكمل فيها ويقول لك ما تدخليش روحك وتلقاه مصر على هذيك المعصيه، ماشي كيف هذا والثاني. كذلك من النصيحه لهذه الاخت، قلت لها انت يشكي لربي ما تشكيش للعباد. قلت له ما تفضحيهش، الستر ما ستر الله عز وجل، لانه المنافق من صفات المنافقين الفجور بالخصومه. انت ما تديريش كيما هو. انت دوك قالت لي لو كان نلحق للمحكمه يعني نضطر ربما كيما يقولوا احنا نواجهوا بهذيك الادله بانه كان يدير يسمعوا به فاميلته كذايا ونفضحوا كذا. قلت له ما تلحقيش لهذه الامور، ماشي مليح الانسان يفجر بالخصومه، يعني يبقى في الاخير هو الاب تاع البنت تاعك غدوه من غدوه، يعني انسان يبقى باباها تحبي ولا تكرهي، عشتي معاه وجبتي معاه طفله، وربي يقول لا تنسوا الفضل بينكم.
في الاخير انا ماذا بيا لو كان تصلح العلاقه، لانه كاين على كيما يقولوا حنا اذيه فيها اقرار، فيها كيما يقولوا حنا عزم على الاصلاح. هنا مليح تصبري ومليح كيما يقولوا حنا تصفحي، وكيما يقولوا حنا تتجاوزي. رب العالمين يقول فمن عفا واصلح فاجره على الله. مع الاصلاح، العفو يكون مع الاصلاح، انه يحبس هذا الامر ويحفظ لك حقك. اما اذا كان مكمل فيها فهذا الصبر ما عندوش معنى، يعني راكي صبره وهو مكمل في هذيك المعصيه ولا يرتدع منها. لذلك الافضل انكم كما يقولوا احنا تفكوا هذه العلاقه هذه. المهم بارك الله فيكم اخواني، والسلام عليكم.